يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. العالم اللي احنا عايشين فيه مليان أسرار وعجايب، لو حكيتها لغيرك مش هيصدقك. النهاردة هاخدك في رحلة سريعة، هنبدأها من قلب الهند ونشوف ازاي بيودعوا الحصان بجنازة رسمية وكأنه ملك، وبعدين نطلع على الجليد ونقابل الجمل اللي بيمشي في عز التلج، وهوريك كمان ازاي في ناس بتسلم رجليها للسمك علشان يعالجهم، وناس تانية بتستحمل لسعات الحديد والنار عشان تخف من الوجع. الفيديو ده فيه كل حاجة وعكسها، ركز معايا ويلا بينا. شفنا ناس في الهند بتعبد حاجات كتير، من أول النار لحد البقر، ولكن عمرك شفت حد بيعبد حصان؟ أيوة يا سيدي، الحصان اللي بتركبه هنا في مصر في ناس في الهند بتعبده عادي جدا. والأغرب من كده إن الحصان ده بالنسبة لهم مش مجرد حيوان بيساعدهم، ده بيعتبروه رمز للبركة، وعشان كده موته بيبقى صدمة للكل. ولو الحصان مات بيعملوا له جنازة وبيدفنوه زي ما انتوا شايفين كده، ودي طبعا من الحاجات اللي محدش يتخيلها. ومن جنازة الحصان في الهند تعال شوف أغرب جمل في العالم. تعال بقى أوريك أغرب أنواع الجمال اللي موجودة في العالم، واللي هتشوفها مرة واحدة في حياتك. الجمل ده يا سيدي اسمه الجمل البكتيري، وبيختلف عن أي حاجة أنت شفتها قبل كده. زي ما انتوا شايفين عنده من فوق سنامتين مش واحدة، والزتونة بقى إن السنامين دول مخازن دهون بتخليه يعيش أسابيع من غير أكل في المناطق التلجية. وكمان عنده شعر كثيف جدا كأنه لابس جاكيت فرو طبيعي. والأغرب من كده إن الجمل ده بيحب يعيش في المناطق الباردة، يعني اللي فيها تلج، وبيقدر يستحمل درجة حرارة بتوصل ل 40 درجة تحت الصفر. ومن جمل المناطق التلجية تعال شوف إزاي السمك ممكن يكون هو الدكتور. عمرك بقى فكرت تعالج نفسك بالسمك؟ أيوة يا سيدي، السمك اللي في المية ده بقى دكتور حقيقي في دول زي اليابان والصين. والزتونة بقى إن السمك ده اسمه جاراروفا، ومعروف بلقب السمك الدكتور، وده لأنه ما عندوش سنان، فبيقدر ياكل الجلد الميت بس من غير ما يحسسك بأي وجع. لو عندك آلام في رجلك أو جلد ميت، كل اللي عليك إنك تحط رجلك في الحوض، والسمك هو اللي هيقوم بالباقي. والموضوع ده مش بس علاج، ده كمان بيعمل استرخاء للأعصاب ملوش حل. ولو فاكر إن علاج السمك غريب، تعال بقى شوف اللي بيتعالج بالنار والحديد. تعال بقى أوريك أغرب علاج موجود في الهند، ولا هيعالجوك بالأعشاب ولا بأي حاجة طبيعية، دول هيعالجوك بالنار. مش عايزك تستغرب، لو عندك آلام في الفقرات أو في المفاصل هيقولك إن الطريقة دي بتجيب نتيجة من أول مرة. بيسخنوا الحديد ويلسعوك بيه، والسر هنا إن النوع ده من العلاج اسمه كاترايزيشن، والفكرة إنه بيعمل صدمة حرارية بتجبر الجهاز العصبي يفرز مسكنات طبيعية قوية في مكان الوجع. بس بصراحة مش عارف مين هيستحمل الوجع ده. سيبك بقى من النار والوجع، وتعالى ننزل تحت المية ونشوف أغرب علاقة صداقة ممكن تشوفها في حياتك. تعال بقى أوريك وحوش المية اللي الناس بتخاف منها، ومع إن شكلها مرعب لكنها كائنات غلبانة. السمكة اللي معانا دي هي قرش الرمل، واسمها كارتشيريماس تورس، ورغم اسنانها البارزة والمخيفة إلا إنها مسالمة جدا وما بتهجمش إلا لو حست بالخطر. والسر هنا إن السنان دي وظيفتها بس صيد الأسماك الصغيرة، والأغرب إنها بتبلع الهواء وتحبسه في بطنها عشان تسبح بهدوء تام ومن غير مجهود. فسبحان الله، مش كل اللي شكله يخوف يبقى شرير. سيبك بقى من هدوء السمك وتعال نشوف وحش بشري في الهند بيكسر قوانين الطبيعة. تعال بقى نطلع للهند ونشوف واحد كأنه جاي من أفلام السينما، بيشيل أوزان تقيلة جدا وبطرق خرافية كأن عنده قوة خارقة. الشخص ده بيطبق مفهوم في التدريب اسمه فول بودي تنشن، وده مش مجرد شيل حديد وخلاص. والسر هنا إن جسمه اتعود على نوع من القوة اسمها القوة الوظيفية، ودي بتعتمد على تقوية الأربطة والأوتار أكتر من حجم العضلات نفسه، وده اللي بيخليه يقدر يشيل أوزان ضخمة جدا مقارنة بحجم جسمه. بجد الهنود دول ما بيخلصوش مفاجآت. وبكده يا سيدي نكون خلصنا رحلتنا النهاردة، وشفنا ازاي العالم ده مليان أسرار وعجايب، من أول علاج بالنار لحد وحوش البحر اللي طلعت غلبانة، وحتى القوة البشرية اللي بتكسر المستحيل. في الآخر كل اللي شفناه ده بيخلينا نقول سبحان الله في كل تفصيلة، لأن العلم مهما وصل بيفضل يكشف لنا كل يوم إننا لسه بنعرف القشور. لو عجبك الفيديو ده وفهمت السر ورا كل لقطة، ما تنساش تعمل الفولو واللايك المتين، وقولي في التعليقات إيه أكتر مقطع صدمك النهاردة. واستعد للفيديو الجاي عشان اللي هتشوفه هيخلي عقلك يلف حوالين نفسه. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.